أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتكم وليمة مع كلثوم. اليوم غادي نوجد معكم لي بات بطريقة قديمة، طريقة باش كيوجدوها أمهاتنا. شحال هذا ما كانتش ان صوص بلانش، ما كانتش الكريمة السائلة، ما كانتش شامبينيون، ما كانوش هاد لي صوص اللي ولينا اللي ولاو داخلين على الطبخ المغربي ديالنا. غادي نوجدو دي كوكيات بواحد الطريقة قديمة ديال زمان، كتجي بها بنينة بزاف وصحية. وبالنسبة لوليداتنا اللي ما كياكلوش الخضرة غادي ندخلوها لهم بطريقة فنية وغادي تنال الاعجاب ديالكم، نال اعجاب الكبار والصغار. دونك لهذا الغرض هذا غادي نحتاجو اختاروا اي نوع ديال لي بات، ولكن الاحسن هذا النوع هذا كيجي زوين بزاف مع هذه الوصفة. هادو راه فيهم احجام، كاينه الصغيره كاينه الكبيره وكاينه لا موين. غنحتاجو من واحد 500 غرام، بالمقابل غير واحد 250 غرام ديال اللحم اللي غادي نقطعوها على شكل هكا قطع صغيره بحال دي بروشيت. وغادي نحتاجو شويه ديال البصله مشلضه، خيزو، جلبانه وبطاطا، وممكن بطبيعه الحال تضيفوا اي نوع ديال الخضره كيعجبكم، بالاضافه الى مطيشه اللي انا كنسلقها وكنطحنها. دونك ممكن ديروا غير مطيشه محكوكه. في العطريه غادي نحتاجو شويه ديال دويمه الزعفران، شويه ديال الخرقوم، فلفله حمراء، الملحه والابزار. هادشي اللي غادي نديرو في هاد الوصفه ديالنا. فواحد الكوكوط غادي نوجدو اللحم هو الاول. انا كيعجبني اللحم يشبع طياب، يعني يجي فتي ويجي طايب مزيان. داكشي علاش غادي نسبقو هو الاول مع التوابل، وغادي نزيد عليه شويه ديال البصله والربيع، وغادي نشحر هذا الشيء ونقليه ونسد عليه الكوكوط حتى يطيب مزيان، وعاد نضيفوا باقي العناصر. دونك هنا غادي نزيدوا الزيت، غير زيت المائده عاديه. غادي نحركوا هاد الحيمات هادو حتى يتشرملوا ويشربوا لينا التوابل. غادي نرد الكوكوط ديالي فوق عافيه مهيله، غير يتقلى هاد اللحم هذا. بهاد الطريقه هادي لي بات ديالكم كيجيو بنانين، كيجيو صحيين، بعيد كل البعد عن دوك لي صوص صوص بيشاميل اولا صوص بلونش اولا كريمه سائله. دونك ما كديروش هادشي، كتجي بهاد الطريقه يعني اقتصاديه وايضا تقليديه عاديه. هنا من بعد ما اللحم تقلى، راكم شفتوا كيفاش تقلى وشرب دوك العطريه، غادي نرمي الخضار. هنا خيز زوج البانه كيتقادوا في الطياب مع دوك الطريفات ديال اللحم اللي قطعناهم رقيق، وغادي نمرق بالماء السخون، وغادي نسد الكوكوط حتى اللحم ديالي نتاكد انه دخل له الطياب. على حسب نتوما اللحم اللي عندكم وعلى حسب الحجم اللي قطعتوه، هي ثلث ساعه ولا ربع ساعه ولا 10 دقائق ولا نص ساعه. المهم انه اللحم ديالكم في الاخير تحصلوا عليه يكون طايب فتي، هذا هو الاهم. والخضيره ديالكم راه غادي تقاد في الطياب في هذه اللحظه هذه. هنا غادي نسد على الكوكوط وغادي ندير ليها الصفاره ديالها، ومن بعد غادي نرجع. هنا شوفوا الحيمات ديالي طابوا مزيان. لي بات انا خديت الحجم الصغير، وبالتالي ما غاديش ياخذوا بزاف في الطياب. داكشي علاش اللحم خاصو يطيب واحد 90%. هنا غادي نزيد لاصوص طوماط، غادي نزيد طماطم مركزه كتبقى اختياريه، دونك ممكن لكم تكتفيو غير بصوص طوماط. وغادي نزيد البطاطا مع لي بات، يعني كيتقادوا دقه واحده. هنا كيف ما قلنا في هذه اللحظه هذه غادي نزيدوا لي بات ديالنا. دونك ممكن ديروا كما قلت لكم اي شكل ديال لي بات بغيتو، وممكن ديروا اي حجم بغيتو، وممكن ديروا حتى الكميه على حسب عدد افراد الاسره. انا كيف ما قلت لكم عندي هنا واحد 500 غرام ديال لي بات مع 250 غرام ديال اللحم. غادي نحركوا هذا الشيء كله حتى تشرب هذيك التوابل ديالها ونساجم جميع العناصر. وشوفوا المنظر ديالها بعدا قبل ما طيب. وغادي نسدو عليها في الكوكوط. من بعد ما غادي نسدو عليها في الكوكوط غادي نمرقوا بعدا. غادي نديروا المرقه اللي غادي تكفينا، اولا نديروا لاصوص اللي غادي تكفينا. جهد تقريبا درت كاس كبير تقريبا ديال الماء اولا 2 كيسان هكا ديال الماء. شوفوا النتيجه من بعد ما حليت الكوكوط. تقدروا تخليوها تشرب شي شويه، انا كتعجبني هكا تجي شويه هكا ميها، تجي شويه هكا في لاصوص ديالها. ما كتعجبنيش يعني تشرب 100%. وممكن تخليوها تشرب كيف ما قلت، كتجي رائعه بنينه بزاف. اخر لمسه اللي غادي نضيفها في هذه اللحظه هي شويه ديال السمن ديجا راه حطيته لكم كاين في القناه. السمن رائع، واحد المذاق رائع، واحد الريحه طالعه منه يا سلام. دونك اخر لمسه ممكن ديروا دويمه المهم دويمه البنه كنور مثلا، او دويمه البقري. ممكن تستغناو على السمن. على فكره اللحم ماشي ضروري، ممكن ديروا هاد المراحل كامله بالخضر اللي كتبغيو وما ديروش اللحم. دونك لما كتبغيوش اللحم اولا ما عندكمش اللحم اولا غير متوفر، ممكن تستغناو على هذا المكون هذا، ماشي ضروري، وتكتفيو غير بواحد ضامه البنه او حتى هي بلاش. المهم لي بات ديالكم بهذه الطريقه هذه، بهذا الصوص، بهذه المراحل هذه كيف ما قلت لكم
احترموا غير التوقيت ديال الخضار، كل حاجه تاخذ وقتها في الطياب باش كلشي يطيب دقه واحده، ماشي باش كلشي ياخذ حقه في الطياب. كيف ما درت انا دونك رميت جلبانه وخيزو مع اللحم في الاول، عاد من بعد درت البطاطا مع لي بات في الاخير مع صوص طوماط، و كتجي هائله. هنايا ما تقريبا 8 ديال الدقائق، 8 ديال الدقائق ولا بعد 7 ديال الدقائق كانت لي بات ديالي واجده. دونك كتجي هائله، كتجي صحيه، كتجي للعشاء بحال هكا، اولا كتجي هكا العشيه مثلا مع 4 د العشيه ولا مع 5 د العشيه، كتجي عشاء وكاسكروت في نفس الوقت. كتجي كفكره ممتازه بنينه لذه يا سلام. كيف ما قلت لكم هذه طريقه كانوا كيوجدوها والدينا، كانوا كيوجدوها امهاتنا، طريقه تقليديه شعبيه، ولكن كتبقى ألذ بكثير من هاد لي بات اللي ولاو، اولا هاد الاشكال اولا هاد الوصفات اللي ولات مؤخرا في هاد الزمن ديالنا. تتبقى هذه طريقه رائعه جدا، يا ريت نرجعوا ليها ونرجعوا نطيبوها بهذه الطريقه هذه ونذوقوها، وردوا عليا في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم صحه وراحه والى اللقاء.